السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده مع بعض هنعمل الشيكال بطريقه حلوه وبسيطه تعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الشيكال دي هي بديل الجمبري، في ناس بتباع على اساس جمبري وبيضحكوا يعني بيها على الناس وكده. الشيكال دي رخيصه طبعا، في أماكن بتباع ب20 وفي أكتر وفي أقل، ممكن 50 دلوقتي. بس طبعا الأماكن اللي فيها بحر وكده بيكون سعرها قليل فيها، بيكون فيها رخيصة جدا. يعني لو رحت أي أماكن فيها بحر أو المصايف أو الحاجات دي بتكون موجودة الشيكال والجمبري والكابوريا والحاجات دي كلها بتكون بأسعار قليلة جدا. ان شاء الله النهارده هنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، وهعرفكم ازاي تقشروها وتفرقوها. طبعا هي هعرفكم ازاي تفرقوها عن الجمبري. بصوا، هي طبعا خشنه جدا، وكمان ممكن تعور لو حد مش بيعرف ان هو يقشرها او كده، لان القشر بتاعها ناشف. ممكن تستعملي مقص في تقشيرها، او ممكن تعمليها بايدك، بس بتعمليها بحرص عشان ما تعوريش. بصوا زي ما انتوا شايفين كده تقشيرها. يلا بسم الله كده نبدأ معاكم. دول شوية شيكال ودول كابوريا عليهم. ان شاء الله النهاردة هنعملهم مع بعض. هو طبعا الشيكال هو عندي كمية كبيرة، الكابوريا حوالي 3-4 كده، قلت اعملهم معاهم بالمرة. حطيت كده حلة على النار فيها شوية مية، وفيها بصل وفيها طماطم وفيها ورق لورا وشوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية كمون و3-4 فصوص توم كده. اول لما تغلي هنزل بالشيكال بتاعي مع الكابوريا دي، بس الشيكال هو ايه الاساس بتاعي النهارده. اول لما تغلي انزل بيها كده زي ما انتوا شايفين، ابدا انزل بكل الكميه واسيبها كده لحد ما تغير لونها. مش بتاخد على النار حوالي ربع ساعه كده وبتستوي معايا. بصوا ما شاء الله كده خلاص كده كانت استوت معايا، غيرت لونها اهو. هبدا بقى اطلعها كده واصفيها من الميه بتاعتها دي. طبعا الميه بس مش هستعملها في حاجه صراحه، ما حبيتش يعني الميه بتاعتها. ممكن لو انت حابه الميه بتاعتها تستعملها زي ميه الجمبري عادي، يعني هي مش وحشه، بس انا ما استعملتهاش في حاجه. بصوا بقى ابدا ان انا اقشر معاكم. بصوا ما شاء الله، كان طعمه حلو برضو مش وحش، بس كمية اللحم اللي فيه قليلة على الجسم بتاعه يعني. بصوا ما شاء الله الكابوريا كانت عاملة ازاي، اللحم بتاعها ابيض وكان جميل. هبدأ بقى ان انا انضف معاكم الشكل ده. ممكن زي ما قلتلكوا ان انا هبدأ انضفه بايدي كده. بصوا هبدأ بقى ان انا اعمله بحرص كده، لانه زي ما قلتلكوا ان هو ممكن يعورك. ده من الظهر كده. هبدأ ايه بالراحة كده. وده الديل بتاعه برضو، الديل بتاعه ده بيشوك. اللحم بتاعه كده لونه موف، اللي هو من فوق كده لونه موف. بصوا هبدأ بقى ان انا اقشره بحرص كده. ممكن تستعملي مقص، بس انا مكنتش حابة استعمل مقص فيه لانه ما كانش كبير قوي. ممكن الكبير تستعملي فيه مقص، لكن وسط او صغير تعمليه بايدك بس بالراحة زي ما قلت لكم. وان شاء الله تقشريه بسرعة. بصوا ما شاء الله اللحم عامل ازاي، زي ما قلت لكم، والطعم ما شاء الله حلو يعني. طريقة سهلة وبسيطة جدا، اتمنى تعجبكم وجربوها وقولوا رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم، استنوني فيديو جديد.